بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، ازيكم يا عيلتي الجميلة عاملين ايه؟ طبعا الفرح ده فرح ناس حبايبنا احنا كنا فيه. طبعا أسرة قناة دربكة ولعبكة بتقدم خالص التهاني والتحيات للباش مهندس عمر، بنقول له ألف مليون مبروك. عقبال يا رب ما ربنا يديك ويرزقك بالذرية الصالحة، ويتم عليك بخير. طبعًا دي كانت البداية في القاعة، عندنا كانت في قاعة القصر، عندنا في المنوفية. كانت ليلة حلوة أوي، كانت جميلة بصراحة. الواحد خَد راحته فيها. يعني إيه يا أم وسام، يعني فرح. طبعًا دي كانت البداية كانت ورا شوية، كانت بالطبل البلدي كانت حلوة أوي، بصراحة أنا ما جبتهاش. ولكن بدأت بقى من جوّه من ساعة العريس والعروسة ما دخلوا، من البوابة التانية بقى، البوابة التانية. طبعًا منتجت كتير، في حاجات كتيرة أوي شِلتها. وعلى ما يعني على ما لمّيت كده كام دقيقة، كنت شِلت من الفرح حاجات كتيرة أوي، قطعت منه كتير بجد. طبعًا هنا العريس والعروسة زي أي عريس وعروسة جابوا لهم الحاجة الساقعة، طبعًا بيبقوا عطشانين أوي في الوقت ده، كل فرح هاقول لكم الكلام ده. عقبال أولادكم يا رب، عقبال ما تفرحوا بأولادكم وتبقى الحياة كلّها فرح وسعادة. فطبعًا أنا حبيت أنزّله على قناة دربكة ولعبكة مع أم أسامة عشان أهنّي العروسين، لإن هُم من الناس المحترمين، المعرفة الكويسة. وألف مبروك. طبعًا أنا كاتمة الصوت علشان ما ينفعش، عشان حقوق الطبع والنشر. كان نِفْسي أوي أجيبه بالموسيقى بتاعته بس غصب عني. غصبٍ عني خالص إن أنا باكتم الصوت بتاع الفرح الأساسي يعني. إحنا رجعنا من الفرح ده الساعة 12:30، يعني خرجنا بعد المغرب على طول، رُحنا قعدنا شوية، لقينا العريس والعروسة لسه ما وصلوش. المهم إن إحنا دخلنا لقينا عريس وعروسة، إحنا بنحسبهم هم خدوا بالكم. المهم فضلنا واقفين شوية، فجه بقى إيه أخويا قال لي: "لأ ده مش هم دول، تعالوا." قُلت له: "أنت شُفتنا إزاي؟ أنت عرفت إزاي إن إحنا موجودين أصلًا؟" ودخلنا قعدنا شوية بقى في القاعة، أم أحمد موجودة برضه، بس أنا شِلتها بصراحة. كانت أم أحمد وندى والولاد، كنا كلنا موجودين في الفرح. وقعدنا بقى انتظرنا العريس والعروسة، وبعدين بقى جُم وصلوا بالسلامة، وقعدنا زي كل الأفراح. رقصنا طبعًا. كانت لحظات جميلة بصراحة، أو كانوا مثلًا إيه ساعتين، هُم مش ما قعدوش كتير على فكرة، حوالي ساعتين كده، بس ساعتين حلوين يعني كويسين. وإحنا راجعين بقى وإحنا خارجين، جينا بقى عشان نشوف عربيات ما لقيناش عربيات، قُلت لهم: "يالّا إحنا هناخدها مشي." فجينا بقى قصاد مشينا شوية كده ولقينا حد قريبنا وقف بالعربية بتاعته وخدنا معاه، جينا بقى الحمد لله. مع إني أنا كنت مفضّلة المشي أوي على فكرة، لإن أنا بقى لي كتير أوي، أوي، أوي ما خرجتش، وقُلت يالّا بقى نتمشى. طبعًا في الوقت ده أم أحمد بقى قالت لي إيه: "أنا هاروّح، أنا هاسيبِك وأمشي." مش عارف إيه. قُلت لها: "أنتِ عيّلة نكدية، روحي روّحي." وبالفعل سابتني ومشيت. فاكراني صغيرة يعني يا أم أحمد؟ لأ أنا هاعرف أروّح لوحدي. سابتني ومشيت، بس هي كانت جعانة يعني. فجيت بقى عدّيت عليها، قُلت لها: "سِبتيني ومشيتِ؟" قالت لي: "أنا كنت جعانة وكان لازم أروّح، أنا جعانة أوي." قُلت لها: "طيب ماشي."
فعذرتها بقى، أنا ما زعلتش ولا حاجة، بس أنا كنت حابة أقعد في الفرح، لإني بصراحة أنا باحب الفرح. باحب الفرفشة من الآخر. طبعًا هنا بقى العروسة بترقص زي ما أنتم شايفين. عندنا القاعة دي قاعة جديدة كويسة، كذا دور هي. هنا العريس بقى وأصحابه بيرقصوا. عقبال أولادنا جميعا يا رب. هوبا شالوا العريس بقى. وصلنا. الجاتوه بقى، ساعة الجاتوه يا جماعة. الناس مش عارفة ليه في كل الأفراح ياكلوا الجاتوه وكل تلاقي القاعة فضيت، مش عارفة ليه العادة دي، أنا ما بحبهاش على فكرة. ما احبش آكل الجاتوه واطلع أجري على برا أروح. أنا مش جاية عشان الجاتوه، أنا جاية عشان أفرح. كل تبص تلاقي الناس كلها كلت الجاتوه ومشيت خرجت، روحت على طول. أنا بيتهيألي إن طب الجاتوه ده المفروض يأخروه شوية في الأفراح، مثلا إيه بعد ساعتين كده ولا حاجة، لأني قبليها القاعة بتبقى مليانة على الآخر، تقولوا خلاص الناس دي هتكمل معانا الفرح. آم، وبعد كده مجرد ما الجاتوه يجي ويوصل وخلاص خلص والدنيا راقت خلاص، تبص تلاقي الناس مشيت والقاعة فضيت، بتبقى حاجة محرجة محرجة جدا كمان. التورتاية دي كانت حلوة على فكرة، كانت عجباني قوي، بالذات الدور اللي في النص ده ما شاء الله عليه جميل جدا. مم. مم.
هنا بقى ندى الصغيورة كانت بتلعب، فسِبتها بقى قالت لي إيه: "صوّري ندى، صوّري ندى." فصوّرتها. اهم. عارفين ندى بقى دلوقتي في الوقت ده كانت بتدوّر على جدها. الرقصة دي عجبتني أوي. خلاص ده كان في آخر الفرح أصلًا. وبعدين إيه، لقيت يعني ما تخيّلتش، يعني قُلت العريس في أول الفرح كان محتار، وبعد كده بقى خلاص خَد على الجو. فخلاص بقى. ألف مبروك وعقبال أولادكم جميعًا. أنا كنت بامرجحهم.